ما توقعت تبلشي بهذا السؤال. بحاول امسك حالي من الصبح. ليش بلشتي هيك؟ تجربتك بالطلاق كانت هينة أو صعبة؟ انا بعد الطلاق ضليت فتره منيحه ما عم بطلع بالسوشيال ميديا. كل شي مرة تعرضتي لعنف؟ هذا كفر. المرأة لها حق تقول للرجل ستوب، أنا ما بقى فيي كفي. اذا كان ربي حلل الطلاق، انا بدي رد على ناس متخلفين عم بيقولوا انه الطلاق حرام. تعرضتي للخيانة شي مرة؟ مين ملك الحارس لنسرين؟ انا مؤمنه انه رب العالمين حاطط لكل انسان جنود نورانيين يحرسوا. بتآمني بالكرمة؟ انا مآمنه انه نحن ما بنعيش حياه واحده، في حيوات. هذا الحكي اللي عم بقول لك اياه هلا رح يخرب الدنيا. احكينا عن أسرار الرجال. والله ماني كثير فاهمه. اعطيني شي سر من أسرار بدليل. الرجال. نسرين طافش، أهلا وسهلا فيك. وقبل ما نبلش اليوم نحن مجتمعين هون هالهزة الأرضية يلي مش بس كانت هزة، يلي يمكن روحت آلاف الأشخاص انقتلوا ومدن اتدمرت إن كان بسوريا أو بتركيا، وما فينا غير ما نكون عم نفكر فيهم ونذكرهم ونصلي لهم، وبعرف قديش أنت مأثرة. ليش بلشتي هيك؟ مالي كلينكس بليز. بحاول امسك حالي من الصبح. كثير صعب الشيء اللي شفناه اليوم. ما توقعت تبلشي بهذا السؤال. سوري. أنا ما بحب أبكي بالبرامج عامة، بس الشيء اللي صار اليوم كان خضة، كان صدمة قوية لنا كلياتنا. يعني أول ما فتحت عيوني فتت على جروب العيلة، بالجروب أختي كانت عم تقول صاير هزة. ما استوعبت، كنت لسه فايقة، فإنه شو القصة، فقالت لي فوتي على السوشيال ميديا رح تعرفي شو صاير. مناظر كانت بشعة. كنت عم بسأل حالي يا ربي إنه مو حاج، يعني استغفر الله العظيم، بس ما بكفي. يعني تحديداً السوريين الشيء اللي مرق عليهم بحياتهم شيء كتير صعب. وأنا جاية كمان من باك جراوند معاني كتير، لأنه أنا بابا فلسطيني كمان. بعرف شو معاناة التهجير، وبعرف شو معاناة النزوح، بتشربته بالجينات يمكن، فبعرف قد ايه هذا الشيء قاسي. فما بكفي المعاناة اللي مرق فيها الشعب السوري خلال الحرب، والمعاناة تبع غلاء المعيشة والأسعار النيرانية اللي عم بتصير، والأحوال المعيشية الصعبة أساساً، يعني لحتى كمان يصير في كارثة طبيعية. شيء بيقهر وبيخليكي تعيدي النظر بكل شيء أنت تعلمتيه، حتى بقناعاتك، حتى بكل شيء كنتي تآمني فيه. بخليكي تعيدي النظر حتى بإنسانيتك، بأفعالك، بتصرفاتك. والواحد يمكن بلحظة بيلاقي إنه الحياة ما فيها شيء، بلحظة فيها تنتهي قدام الكوارث الطبيعية وقدام الحروب، ويمكن ما في شيء بيحرس كيف بيقولوا إنه بنكره بعضنا وبنحط حقد بقلبنا، ولحظة نحن ناس ما في شيء بإيدنا، ما فينا نعمل شيء. قد ايه هذا الشيء صعب، وقديش قلوبنا مع هالأشخاص اللي رحلن ضحايا ورحلن بيوت وتدمروا وخافوا. يعني نحن اللي كنا بلبنان وبس حسينا بالهزة، وبهاللحظة بتقولي ما في شيء بإيدي، ما في أعمل شيء. يعني كانت بنتي حد الساعة 3 الصبح، وكنت عم بقول إنه شو في أعمل، يعني ما فيك تعملي شيء. فتخيلي هن يلي الأشخاص اللي ماتوا اليوم، الأشخاص اللي دمرت بيوتهم قديش صعبة. هلا أنا كمان يمكن لأنه بنت حلب، وحلب أكلتها كتير منيح، لأنه حلب صح. كتير قريبة على تركيا. عم شوف قدامي شوارع وحارات مدمرة. أنا بعرف هاي الحارات، أنا كنت ماشية فيها وأنا وصغيرة.
يعني اوريدي صار في دمار من الحرب، هلا الدمار زاد دمار ولسه البلد عم بتحاول تلتقط انفاسها. شيء صعب كثير. ليكي انا مؤمنه انه الحياه منام، نحن كلياتنا بمنام. مثل لما انت بتكوني جوات الحلم انت مالك وعيانه انه هذا حلم لتفيقي منه، فنحن بنفيق بس نموت. هذا اللي عايشينه هلا انا وانت وكل الموجودين حوالينا، هذا كله منام بس سو ريل، حقيقي كثير. مثل لما بنكون بقلب المنام بيكون سو ريل، بيكون واقعي جدا، بس نفيق منه بنقول كنا عم نحلم. بس مرات المنام بيكون كابوس، بيكون ثقيل، بيكون فيه كوارث، فيه اشياء مؤلمه. ومرات بيكون منام حلو بخلينا نتفائل وبخلينا نكمل بهذا المنام حتى. بس هو منام وكلاتنا بيوم من الايام رح نفيق، كلنا رح نفيق. صح. فانت طالما انت بتعرف انه انت موجود بهذا المنام، فلازم تعرف انه انت عندك القدره انك تغير. ما ضروري انا اغير كل شيء خارج اطار ارادتي، يعني ما ضروري اتحكم بالكوارث الطبيعيه واتحكم بهاي الاشياء، بس فيني اتحكم بذاتي، فيني خلي السيركل تبع الخلافات يوقف عندي، فيني خلي السيركل تبع الكراهيه يوقف عندي، ابتدي سيركل من المحبه، ابتدي سيركل من التعاون، من المؤازرة، نحب بعض، نشيل التفرقة اللي بينات بعض. الكوارث والأزمات فيها جانب خلينا نقول بصيص نور، اللي هو بتعلمنا كيف نوقف حد بعض حتى ونحن متألمين. أنا ماني مآمنة إنه في شيء بالحياة اسمه شر مطلق ولا شيء اسمه خير مطلق. كيف بتطبقيهم على حياتك اليوم نسرين؟ مثل ما قلت لك، بخلي السيركل توقف عندي. يعني مثلا لما بشوف في سيركل فيها كراهية بلشت أو سلسلة فيها كراهية بلشت، ما بكون شريكة فيها. لما بشوف حدا عم بينزل بوست فيه كراهية ما بفوت، ما بكون شريكة، ما في داعي لشارك بهذا الموضوع. وأنا مؤمنة ولا مرة شاركتي بشيء فيه كراهية؟ الحمد لله لا أبدا، وكتير براقب حالي منيح. حتى تخيلي، حتى لما مثلا اشتغلتي على حالك لتوصلي لهون؟ كتير. إلي فترة عم بشتغل على حالي، فترة طويلة. إلي 12 سنة طبعا بمجال التنمية الذاتية، بلشت مع دكتور إبراهيم الفقي من 12 سنة أو يمكن صاروا 13 سنة الله يرحمه. عملت عنده دورة مدرب محترف معتمد بالتنمية الذاتية. طبعا ما اشتغلت فيها لأنه هذا شغفي، هذا العالم يلي أنا عم بدرسه ولسه مكملة فيه. بعدين كملت مع دكتور أحمد عمارة، دكتور صلاح الراشد وكتير ناس. بس الإنسان بيضل آخر يوم بحياته عم يتعلم، يعني ما بيكفي يقول أنا عملت 5-6 دورات ولا حتى 100 دورة، ما بيكفوا. لازم كمل ضل عم بتعلم لآخر ثانية بحياتي، لأنه الحياة كل يوم فيها أبديت جديد. يعني كل ما وصلتي لشغلي وقلتي خلاص أنا فاهمة الدنيا، هلأ فهمت الحياة على الآخر، بيطلع شيء ببهرك، شيء بيدهشك، بتقولي لا أنا الحقيقة الوحيدة إنه أنا ما بعرف شيء. قديش مهم هالكلمة أنا ما بعرف شيء؟ يعني أنا دايما بعيدة بعلمها لأولادي إنه الإنسان كل يوم بيتعلم، حتى بيوصل لآخر يوم لو عمره 100 سنة الإنسان كل يوم بيتعلم درس. وقد ما نقول نحن بنعرف، نحن ما بنعرف شيء، والحياة بتفاجئنا. صحيح. الأشخاص اللي حوالينا بيفاجئونا، الأشخاص اللي بنعتبر حالنا أيام نعرفهم بيفاجئونا، والأشخاص اللي ما بنعرفهم نحن بنتفاجئ بحالنا حتى مرات. مزبوط، وبنتفاجئ بحالنا، والأشخاص اللي ما بنعرفهم أيام بيفاجئونا. فقديش مهم الواحد يقول نحن ما بنعرف شيء ويتعلم كل يوم ويشتغل على حاله الواحد. هي على مبدأ أنه لازم كل يوم تصحى الصبح وتفضي الفنجان تبعك، لأنه طول ما فنجانك مليان لما بدك تعبيه مي رح تشرشر المي وما رح تستفاد شيء. لازم كل يوم الإنسان يفضي فنجانه كأنه هذا اليوم هو اليوم يلي خلق فيه. نحن عمليا كل يوم بالنوم تبعنا منموت، ولما منفيق الصبح حياة جديدة. نحن منموت ومنخلق كل يوم، فأنا كل يوم إنسان جديد، أنا كل يوم فرد جديد، أنا عقلية جديدة، تركيبة جديدة. أحد الفلاسفة بيقول أنه الثابت الوحيد في الحياة هو التغيير. الحياة ما بتثبت عند حدا وما بتثبت ليكي. كتير في نظريات وكتير في مدارس وكتير في فلسفات، فكل يوم الإنسان عم يتعلم شغلة جديدة وبيجي بيطبق هاي الشغلة بيقول خلص أنا وصلت. تاني يوم رح يطلع شغلة جديدة ورح تتعلم شغلة جديدة وترجع تقول أنا وصلت، وترجع تكتشف أنه الحقيقة المطلقة ما في حدا بيمتلكها.
بس أنا مؤمنة بنفس الوقت إنه الحقيقة الوحيدة يلي بالحياة هي المحبة. يمكن البعض يعتبره تنظير هذا الكلام، يمكن يقول قاعدة عم تقول شعارات. رح أقول لك ليه. لأنه ممكن الشيء الغلط عندي يكون صح عند الآخر، والعكس صحيح. فهي نظريات واختلاف وجهات نظر بالنهاية. كل شيء ممكن نختلف عليه إلا المحبة. المحبة هي الحقيقة الوحيدة. ليش؟ لأنه مهما جبتي حدا مثقف متعلم عنده فلسفة عميقة بالحياة، إذا ما كانت مغلفة باللطف وبالمحبة، أنا شو استفدت من العلم تبعك والمعرفة تبعك؟ أنا فيني أجيب روبوت هلأ ويعطيني مصفوفة كاملة من العلم والمعرفة ويعطيني معلومات وأتعلم منه، بس الروبوت ما فيه روح، الروبوت ما فيه قلب. هذا اللي بيفرق بين الإنسان عن أي شيء موجود حوالينا. نحن عنا روح، نحن عنا قلب. فالإنسان لازم يضل عم يشتغل على حاله لآخر يوم بحياته، وينسف الإيجو تبعه أو ما ينسفها، ما بحب هاي الكلمة، خليني استبدلها يعرف شلون يتعامل بذكاء مع الإيجو تبعه، لأنه مرات الإيجو بتكون مفيدة بأماكن معينة. إذا بدي أطلب منك، بلشنا الحلقة أنا وياك بطريقة مختلفة اليوم. إذا اليوم مع كل شيء خبرتيني إياه، ورح نفوت اليوم بكل فقرة من اللي حكيتيها بالتفصيل، بس إذا اليوم بدي أطلب من نسرين طافش to fill your strap، تعرفيني عن حالك على طريقتك، مش أنا أعرف عن حالك عنك بالطريقة اللي بيعرفوها الناس. على طريقتي، أنا روح بتجربة أرضية. فيني سمي حالي لايت وركر. بيقولوا عني ممثلة، بس أنا بشوف حالي لايت وركر. حلو. يعني عاملة من عمال النور، يعني جاي لهون لحتى كمل بنشر النور، سواء بسوشيال ميديا، بالشغل بشتغله، بحياتي بين الناس اللي بعرفهم. نسرين، هالخلطة الموجودة فيك، السورية الفلسطينية السعودية الجزائرية المغربية، واللي عايشة بمصر، شو بتخبريني عن هالخلطة؟ هاي الخلطة كانت كتير تلخبطني من زمان لما كنت صغيرة، خاصة لما كانوا يسألوني بالمدرسة أنت شو جنسيتك؟ فكل مرة كنت يعني أقول جواب طويل، دايما أقول لهم سورية فلسطينية جزائرية، أو ماما طبعا ستي مغربية، وماما يعني هاف هاف كمان، نصين، وبابا من أصول سعودية. يعني من أول انترفيو عملته من 20 سنة بقول هذا الكلام. ففي ناس يلي أول مرة بيسمعوا أنا قايلة هذا الحكي من زمان، لأنه في ناس لسه بيتفاجئوا بهذا الخليط. شو بتحبي أكثر شيء منهم؟ صراحة كلهم، لأنه أنا بداخلي بنتمي للعالم، وبحس إنه رب العالمين وهبنا العالم كله لحتى ما يكون في عنا عنصرية. يعني أنا اللي حصة بالسعودية، اللي حصة بلبنان، اللي حصة باليابان، واللي حصة بأمريكا، الأرض كلها إلي. بس أكيد هذا الخليط الثقافي علمني كتير شغلات حلوة. تعلمت حبي لفن الراي من الجزائر، عنا عادات وتقاليد حلوة كتير، اللبس والتراث تبعنا بالجزائر حلو. من سوريا تعلمت الثقافة والفنون، فيها أقدم الحضارات، فيها أقدم مدينة مأهولة بالعالم. من فلسطين تعلمت القوة والأسرار رغم كل الصعوبات يلي نحن مرقنا فيها. تعلمت أنه ما في شيء بحدني، ما في شيء اسمه حدود، أنا حدودي السما. حلو. حتى بتذكر مرة كنت عم بقرأ عن قصة حياة مي زيادة، في عندها مقولة كتير بتشبهني، بتقول ولدت في بلد وعشت في بلد وأمي من بلد وأبي من بلد، فإلى أي البلدان أنتمي وعن أي البلدان أدافع. فهي عن جد عاشت هاي الحيرة اللي أنا تماماً عايشتها. بعدة محلات كانت يمكن بلاسينج لإلك، منهم كمان صدرتي النجمات العربية بقائمة أجمل 14 امرأة مسلمة بالعالم، صح؟ أي نسرين أقوى؟ المرأة الجميلة، المرأة العربية، المرأة المسلمة، أو المرأة نقطة على السطر بس؟ أول ما بلشت هلأ كنت عم عرفك عن حالي، قلت لك أنا روح بتجربة أرضية، والروح ما فيك تشكليها بإطار، ما فيك تحديها بإطار. أكيد الجمال بالنسبة لأي امرأة، خاصة إنه نحن عايشين بمجتمع very shallow،
سطحي جدا، وكتير بيقيم الناس من أشكالها شئنا ما أبينا، فممكن يفتح لك كتير مجالات حلوة، ولكن هذا الشيء لا يكفي. لازم يكون في عندك حضور، في عندك سلام داخلي، في عندك الجمال الداخلي يلي هو ما مجرد كلمة، إنه أنت تشتغلي على حالك، إنه أنت تطوري من حالك، إنه أنت فعلا تكوني بتحبي حالك من جوا. موضوع الدين بالنسبة لإلي بعتبره موضوع كتير خاص بيني وبين ربي، ما حدا له علاقة فيه. بحس الدين شيء خاص بين الرب وعبده، نقطة على السطر. أنا اللي إلي من تعاملي مع الآخرين كيف بيتعاملوا معي، هل هن لطفاء، هل هن محبين، هل هن مسالمين، أو هل هن خبثاء، هل هن ناس مش مناح معي. أنا هذا اللي بيعنيني. باقي الشعائر وما يتعلق بالدين هذا رب العالمين هو اللي بيقيمه، بحس حتى يعني مو العبد. اليوم بقيمنا شو بتعتبر الأهم، المرأة الجميلة أو المرأة القوية؟ اليوم بال 2023 شو كيف لازم تكون المرأة؟ يعني ممكن تكون جميلة وقوية بنفس الوقت، يعني بيجتمعوا التنتين مع بعض. ممكن تكون جميلة ومثقفة، ممكن تكون جميلة وواعية بنفس الوقت. طالما المرأة واعية فهي قوية. هل تعتقد إنه المرأة اليوم بحاجة لرجل تكون قوية، أو المرأة وحدها فيها تكون قوية؟ لا، أكيد المرأة وحدها فيها تكون قوية، بس إذا معاها رجل واعي وصادق ورجل حقيقي أكيد رح تصير أقوى. والرجل نفس الشيء، ممكن لحاله يكون قوي. أنت بحياتك تعتبري إنه الرجل القوي بيساعدك بحياتك، بيكون شريك حياتك؟ أكيد طبعا، طالما خلينا نقول واعي، طالما رجل حقيقي أكيد حيكون إضافة لحياتي. هي الفكرة مو أنه يكون أي رجل إلى جانبي، لازم يكون رجل حقيقي. الفكرة مو أي امرأة تكون إلى جانب الرجل، لازم تكون امرأة حقيقية، امرأة واعية ناضجة عرفانة شو بدها من الدنيا. طب نسرين، تجربتك بالطلاق، خبرينا عن اللي صار معك. الطلاق، شو بتقولي لنا اليوم عن الطلاق؟ مثل أي اثنين بتزوجوا ما بيتفاهموا بينفصلوا، نقطة. كانت هينة أو صعبة؟ ما في طلاق هين. اللي بيقول لك في طلاق هين بيكون اصلا فايت ليتسلى او بيكون كذاب. اكيد ما في شيء هين. بس الحياه تجارب، الحياه تجارب لحتى نتعلم ونرجع نبلش من اول وجديد. ورب العالمين ما حدد للمراه كم مره بدها تتزوج وكم مره بدها تطلق. يعني كان حط قانون لو هو مثلا فرض على الواحد. هي تجارب بالنهايه. وكلياتنا طبعا ببداية أي علاقة بنكون فايتين وبانين آمال وحاطين توقعات وحاطين نوايا جميلة، بعدين يا أما بيصير في تفاهم يا أما ما بيصير هذا التفاهم. كيف الواحد هاو تو هيل، يعني قديش صعب هذا البروسس؟ الواحد، المرأة اللي بتكون عم بتطلق أو الرجل، قديش صعبة؟ قديش بتشتغلي اليوم على حالك وبتنصحي كل شخص كيف يكون عم بيتعاطى بالموضوع؟ لازم أول شيء يتقبل الإنسان فكرة أنه فعلا الحياة تجارب، ما نعطي الأمور أكبر من حجمها. ولازم الإنسان ما يكبت مشاعره. أنا بالنهاية بشر، أوكي أنا بعتبر حالي امرأة واعية وامرأة ناضجة، ولكن أنا إنسان، أنا بتجربة أرضية مثل ما سبق وحكينا. أنا بلحظة بدي أغضب، بدي أحزن، بدي أبكي، بدي جن، بدي أنعزل عن العالم، ما بدي أشوف حدا. في مراحل لحتى الإنسان يدخل بالتشافي. الغلط يلي بيوقع فيه أغلب النساء بالعالم العربي ليشافوا حالهم أنه بينطوا أو بيعملوا قفزة من الطلاق أو الانفصال أنا شوفوا أنا عايشة حياتي بشكل كتير جميل. أنا بعد الطلاق ضليت فترة منيحة ما عم بطلع بالسوشيال ميديا، وكتير مرات بمر بحياتي مو بس تجربة الطلاق، بأي لحظة بحس إنه أنا مشاعري صارت منخفضة بعزل حالي عن طاقة الآخرين لحتى أنا شوف نسرين شو بدها، اسمح للمشاعر إنه تكون. فأغلب النساء عنا بالعالم العربي بيخافوا. شو بتقولي لهم إنه يواجهوا؟ حقلك بيخافوا إنه يواجهوا مشاعرهم السلبية. يعني لا، أنت بحقلك تبكي، بحقلك تكوني ضعيفة، اتس اوكي، على فكرة مش غلط. قوة بنفس الوقت إنه أنت تعبري عن ضعفك، هي قوة. قوة إنك تبكي، قوة إنك تقولي أنا بحاجة لمساعدة، أنا بحاجة لأختي تطبطب علي، لصديقتي الحكيمة تيجي تساعدني وفضفض لها، حتى روح عند ثيرابيست. أنت كامرأة اليوم عربية من كل هالنقاط
شو بتقولي لكل امرأة موجودة انه هل غلط او حتى اي انسان يروح عند ثيرابيست بيعتبروه تابو، انه عيب، انا بيعتبروا على شوي انه هذا الشيء كثير غلط او في شيء عيب انه رايح عند ثيرابيست. شو جواب لهذا الشيء انه مش عيب؟ اليوم كل انسان بحاجه لثيرابي بمحل معين بالحياه، انا بلاقي ما في انسان منه بحاجه لثيرابي بمرحله من مراحل الحياه. شو بتقولي انت اليوم عن هالموضوع؟ على فكره حتى الثيرابيست بيروحوا عند ناس صح. كمان مختصين. صح. يعني انا بعرف ناس جدا حكماء وجدا متوازنين، يعني متزنين نفسيا خلينا نقول، وناضجين، وحتى عندهم شعبيه كثير كبيره بعالم الوعي، بس لما بيوصلوا لمرحله بيحسوا حالهم انه هن بحاجه لمساعده ما بيترددوا يطلبوا المساعده من مدرب ثاني خلينا نقول، او من، ما بدنا نقول بس طبيب نفسي، لانه مو بس الطبيب النفسي هو اللي بيعالج، في ناس مختصين بيكونوا ثقه. طبعا هلا بهذا الوقت صاروا كتار، والانسان بده يكون كثير حذر ودقيق يعرف يختار الشخص المناسب، لانه مو اي حدا كمان بيقول انا ثيرابيست فهو صار منزل، كلامه منزل، لانه في ناس بتقلك نظريات هي ما أنا مطبقتها على نفسها وممكن حتى تأذيكي ما تفيدك. فلازم الإنسان ينتقي بعناية المدرب أو المستشار النفسي اللي بده يروح لعنده. وبالعكس إنك أنت تطلب المساعدة من حدا معناته قوة داخلية عظيمة جواتك، لأنه أنت رفضت إنه تستسلم للحزن أو للاكتئاب يلي أنت عايش فيه. كنا عم نحكي عن المرأة العربية يلي بتواجه هذا المجتمع اللي بيقول انه عيب الطلاق، هاي مرأة مطلقة بيطلعوا فيها بنظرة تانية مختلفة. طب امتى المرأة لها حق تقول للرجل ستوب انا ما بقى فيي كفي؟ وكيف المجتمع بده يتقبل هذا الشيء انه في نساء بدهم يطلقوا لانه ما بعدوا قادرين يحملوا؟ ليكي كمان بدنا نخفف شوي فكرة انه المجتمع والمجتمع وشو نظرة المجتمع. يعني انا بالنسبة لي اخر همي المجتمع. المجتمع لا بإيده يفرحني، لا بإيده ينجحني، لا بإيده يبكيني، لا بإيده يرفعني، لا بإيده ينزلني. هذا الشيء كله بإيد ربي، رب العالمين وحده يلي بإيده يحطني على طريق النجاح. رب العالمين هو وحده يلي بيقدر إذا غلطت يعاقبني، مش المجتمع. فنحن شوي كمان عاطين أهمية مبالغ فيها للمجتمع. مين هو المجتمع؟ المجتمع أنا وإنتي ورفيقتي وجارتي وعمتي، هذا المجتمع. نحن ليش خايفين من المجتمع؟ إذا كان ربي حلل الطلاق، أنا بدي رد على ناس متخلفين عم بيقولوا إنه الطلاق حرام. لا، الحرام إنه أنت تظلم امرأة، الحرام إنه أنت تسرق، الحرام إنه أنت تقتل، الحرام إنه أنت تعمل فتنة، فتنة طائفية، فتنة دينية، فتنة إنسانية، فتنة عنصرية. هذا الحرام. فأنا ضميري هو مقياسي الأول والأخير. ونخفف نحن كلياتنا لازم كناس عايشين بمجتمع عربي، يا ريت نحاول قد ما فينا نخفض من أهمية آراء الآخرين فينا. كيف بتحمي حالك نسرين من المجتمع ومن حكي العالم، ويمكن بيكون أيام أكثر ناس مقربين لإلك؟ أول شيء ما عاد تابعت كثير شو قالوا شو قلنا النميمة اللي بتصير هاي، ما عاد كثير تابعت واهتميت. فأنتي بتحمي طاقتك، هي أول خطوة. ثاني شيء صرت أعرف حالي أكثر، وصرت أحب حالي أكثر، وصرت أسمح لحالي إنه أكون أنا مثل ما بدي أكون أكثر، بغض النظر اللي حب واللي ما حب. لأنه مثل ما قلت لك أنا بطبق الأشياء اللي هلأ حكيت عنها من شوي. أنا بهمني أنا كيف شايفة حالي من جوا، وبهمني إنه أنا بعرف حالي أنا قديش إنسانة لطيفة، قديش إنسانة محبة، بعرف شو بدي من الحياة، بعرف شو بدي من شغلي، بعرف اليوم أول ما في الصبح كيف بدي حط نواياي، بسلسل نواياي. كل يوم الصبح في عندي جنب سريري حاطة قلم وورقة بحط سلسلة النوايا اللي أنا بدي إياها. اليوم مثلا بدي ألعب رياضة، بدي أهتم أكثر بصحتي. اليوم إذا إجتني أي فكرة سلبية بدي راقب حالي والقطها للفكرة السلبية وغيرها، استبدلها بفكرة إيجابية. حتى حواري الداخلي، حديثي الداخلي بيني وبين حالي تغير، لأنه حديثنا الداخلي مع أنفسنا هو أخطر شيء. صح. الناس ما بتنتبه من هذا الموضوع، يمكن ندمر حالنا. بالضبط. في شيء اسمه التدمير الذاتي. الناس بتفكر إنه بس كلام الآخرين هو اللي ممكن يدمرهم، بينما أنت ممكن تكون العدو الأشرس لنفسك. ممكن أنت تدمر حالك بحالك. صح. بدون ما تعرف. وهي النظرية حقيقية. أنت ممكن تكون المشجع الأول لنفسك، ممكن تكون العدو يمكن الوحيد لنفسك، وتفكر إنه الناس حواليك هن اللي عم بيعادوك.
فلما بتعرف نفسك أكتر وبتعرف شو بدك أكتر وبتحب حالك أكتر، بتصير ما عاد تطلع كتير على المحيط بأهمية مبالغ فيها. لكل امرأة عم تتعرض للعنف شو بتقولي لليوم؟ بدي إلا ما تسكتي. هل شي مرة تعرضتي لعنف؟ هلا العنف هو مو بس عنف ضرب، أكيد مثل ما بيقولوا، أكيد في عنف ممكن يكون عنف نفسي وهو قهري، أصعب. وهو الأصعب وهو الأبشع. خلينا نشوف الموضوع من زاوية إنه كل إنسان بيجذب لحاله الشيء، يا أما يلي بيرفضه يا أما يلي بيخاف منه. يعني أنا أكيد متعاطفة مع المرأة يلي بتتعرض للعنف، بس المرأة يلي بتسكت عن العنف وبتضل مستمرة بالعلاقة بتفقد تعاطفي معاها تماماً، لأنه طالما أنت ارتضيتي على نفسك هذا الشيء وارتضيتي على بنتك هذا الشيء وسكتي عن غلط عم بيصير، أصبح أنت راضية على نفسك بالضرب، أنت حابة تنضربي. صح. أصبح أنت حابة حدا يعنفك لفظياً، حابة حدا يهينك إذا قبلتي تستمري مع هذا الشخص. أنا مؤمنة إنه الإنسان لازم يكون متصالح كتير مع نفسه، مع فكرة إنه أنا اللي بجذب الأشخاص لحياتي، أنا بجذب الأشخاص السلبيين، أنا بجذب الأشخاص الإيجابيين لحياتي. فأنا إذا جذبت أي إنسان سلبي لازم حط له حد وبلش من أول وجديد. المرأة اللي ما بتعرف تحط حدود بحياتها للأشخاص المؤذيين رح يستمروا بتدميرها. حتى بالحزن، وقت المرأة بتضل حزينة وبتضل تقول أنا معذبة أو أنا مزعوجة أو أنا مش مبسوطة بحياتي أو مكسورة أو ما في حيلة، وبالآخر هي وين دورة؟ منه مش عم ندعي لليوم لكل امرأة بس تنتفض، بس إنه اليوم هو الإنسان بده يشتغل على حاله ويجرب يتغير، وهي تغير حالها مش تقبل بواقعها وتضل حزينة وتقول أنا اللي معطرة وأنا يلي حالتي حالي. بالنتيجة كل إنسان حياته بإيده وهو حياته فيه غيرها. طبعا أنا حتى بعتبر اليأس كفر، بعتبره كفر. انك تيأس وتقنط من رحمة الله هذا كفر. صح. هذا الشيء مو مقبول. طب شو بتقولي للمرأة اللي بتتعرض للاستخفاف بقدراتها بذكائها بكل شيء؟ هل صاروا معك؟ المرأة يلي هل شي مرة في شي رجل استخف مثلا بعقلك؟ أكيد كتير في رجال ونماذج بمجتمعنا ممكن لما تشوفك ناجحة ضواية عم تلمعي، عندك مقومات حلوة جميلة مثقفة محبوبة، بيصيروا البعض طبعا مش الكل بدهم يكسروا من مقاديفك بأي طريقة، أو حتى يحبطوا لك أعمالك، أو حتى ينزلوا من قيمة النجاح يلي أنت وصلتي له. طبعا كل حالة في إلها أسلوب تعامل مختلف عن الحالة الأخرى. في حالات بسيطة تستدعي التجاهل التام، في حالات بتكون قاسية جدا مثلا، أو فيها خلينا نقول ممكن حدا يعمل عليك حرب أو ممكن يضايقك لأنه أنت بس امرأة ناجحة بالحياة. صح. فممكن أنا بحس المرأة بعض الأحيان لازم تلجأ للقانون إذا حست بمطرح ما إنه هي ما لا قدرانة تكون كامرأة فعالة بالمجتمع عم تاخذ دورها أو عم تاخذ مجالها. بس بنفس الوقت المرأة اللي بتعرف قيمة نفسها رح توصل مهما كانت العقبات الموجودة بطريقة، رح توصل للهدف يلي بدها اياه مهما كانت العقبات. والمرأة اللي بتتعرض مثلا كمان بالتهديد لحضانة أطفالها، شو بتقولي لها؟ أنا بحس قمة اللا إنسانية إنه زوجين يدخلوا أطفالهم بمشاكلهم، لأنه الأطفال ما لهم ذنب. الأطفال يعني أنتم مسؤولين عن هدول الأطفال أمام رب العالمين، هدول مسؤولية برقبتكم، هدول مالهم خشخيشة بإيدكم، مالهم لعبة تقعدوا تلعبوا فيها أو تنتقموا واحد ضد الآخر بهدول الأطفال. هدول نعمة ومسؤولية بنفس الوقت. فبعتبر قمة اللا إنسانية إنه يتم خلينا نقول وضع الأطفال مثل حجر الشطرنج قاعدين عم نلعب فيهم، ورح نشوف بالآخر مين رح ينتصر. هل شي مرة تعرضتي لتهديد لأنه ما رضختي للرجل؟ لا، تهديد بمعنى التهديد والوعيد أكيد لا. يعني تهديد بالقتل، تهديد بالضرب قصدك هيك شيء؟ لا. بعدين أنا ليكي أنا عيني قوية، يعني أنا لما شغلة ما بتعجبني بدير ظهري وبمشي. وبشجع أي امرأة عن جد بالمجتمع هلأ عم تسمعنا
تتعلم انه ما تخاف. الخوف وهم. صح. الخوف شيء ما حقيقي. بيعيشونا بالخوف، بيعيشونا بالخوف وبيوهموكي انه الخوف حقيقي، بوصلوكي لمرحله انه تصدقي انه هذا الخوف حقيقي والخوف ما حقيقي. فما تخافي، ما تخافي لا من المجتمع، لا من امراه اخرى، لا من رجل اخر. اذا في شيء وحيد لازم نحن نخاف عليه هو انه نفقد انسانيتنا. صح. هو انه نفقد اللطف اللي فينا، هو انه ما نعود متصلين بالروح يلي رب العالمين كرمنا فيها. طول الوقت نحن شغالين عقل عقل عقل، بدنا نوصل نحصل على كل شيء، احلى سياره، احلى بيت، احلى عريس، احلى ما بعرف شو. يعني هاي الاشياء الماديه كلها انا ماني ضدها. انا ماني ضدها. حلو الواحد يكون عنده ثراء مادي، نجاح مادي، بس في شيء اسمه الثراء الروحي، انه هذا انت اهم تكوني شيء بسلام روحي. هلا حتى تعريف النجاح عند البعض، في البعض بيترجموا النجاح انه انا يكون عندي رصيد بالبنك كبير، انا لازم اكون اخذه كل الجوائز يلي الله خلقها بالدنيا، لازم يكون عندي اغلى سياره، لازم ما بعرف شو. ما في ناس عندهم كل هدول الاشياء وتعساء. مين قال انه السعاده والنجاح بس حكر على هدول الاشياء اللي عم نحكي فيهم؟ انا ممكن نام على المخده وانا مرتاحه وضميري مرتاح وحس حالي انا اغنى وحده بالكون. صح. اهم شيء بالحياه الانسان يكون يعرف يشتغل على حاله، مش بس يكون عنده هيدي العقده مثل ما انت عم بتقولي من كل شيء هو حوالينا ومن كل شيء هو ماده. لانه الماده بيجي وبيروح، بس الانسان هو سلامك الداخلي وانت شو كونت من حالك. لكل امراه عم تتعرض للخيانه شو بتقولي لها؟ انا تعريفي للخيانه انه الانسان يخون حاله. اول شيء واهم شيء انه الانسان ما يخون نفسه. ما يخون نفسه بمعنى انا عندي مصفوفه قيم، التزم بهاي القيم. ما اتعامل مع اي انسان بس بناء على مشاعري وعواطفي، لانه المشاعر والعواطف جايين من الهوى. الهوى مش بالضروره دائما يكون صحيح وبياخدك على اماكن صحيحه، بينما انت لما بتتعاملي مع الاخرين على اساس القيم تبعك، القيم يعني الحب، اللطف، الحريه، التسامح، الاستمتاع والسعاده بالحياه، هي قيمه كمان. في ناس كثير بتعتبرها شيء ثانوي وهي شيء اساسي باي ذا واي. فانا لما بتعامل مع الاخرين على اساس قيمي انا بكون صادقه مع حالي، فما بخون حالي. فهي الخيانه هي خيانه النفس. فانا اكون صادقه مع حالي والاخر يكون اللي بده اياه. شي مره تعرضتي للخيانه شي مره؟ هلا بطريقه او باخرى الخيانه يمكن في لها كثير اشكال وفي لها كثير تعريفات، بس قصدك خيانه الرجل والمراه؟ ايه تعرضت له، نعم. كيف تصرفتي بهالوضع؟ كنت صغيرة كتير، يعني هذا الحكي كتير كتير قديم، وكنت لسه يعني بنهاية المراهقة بأول فترة النضج، فهي كانت صادمة لإلي، كانت صدمة. كنت صغيرة كتير. شي مرة أنت خنتي رجل؟ لا أبداً. عيد ميلادك قريب صح؟ ايه ب 14 شباط. ايه كيف بتعيدي؟ فالنتاين. عيد الحب كيف بتعيدي؟ هلا كل سنه شيء. هذيك السنه كنت عم بتمثلي كنت مع صح؟ السنه الماضيه ايه احتفلنا مع كروت تصوير بمسلسل جوقة عزيزه. عملوا لي مفاجاه حلوه كثير صح. وجابوا لي العراضه الشاميه. كان يوم لا ينسى، لانه كنت تعبانه كثير بهداك اليوم، وكنا عم نصور طبعا بعز البرد، كان برا برد سقيع، ولبس الشخصيه كله كان صيف المفروض، فكلاتنا لابسين نص كم ولبس خفيف. وتعبانين كثير، فيا دوب اخذنا البريك فاجئوني انه جايبين قالب جاتو وجايبين العراضه الشاميه. والسنه فكان يوم حلو بصراحه. بوجه لهم تحيه طبعا كلياتهم. هاي السنه لسه ماني عرفانه وين بدي اقضي عيد ميلادي، لانه اهلي ما لهم ساكنين معي. اهلي عندي ناس قاعدين باوروبا، عندي ناس قاعدين بالخليج، ورفقاتي مفلطعين، صار كل حدا بمكان، ماني عرفانه لحد الان وين بدي اقضي. ما في حب؟ لا حاليا ما في حب، حاليا في حابه حالي، حابه نسرين ومتفرغه لحتى احب نسرين اكثر. احكيني عن الطفل الداخلي بكل انسان.
بالسلسله تبعيتي كان في شيء اسمه الطفل الداخلي بكل انسان. بس كل طفل داخلي جوات إنسان مختلف تماماً عن الطفل الآخر. لأنه كل إنسان بينشأ وبيربى بشكل مختلف عن الآخر. الأب والأم ثقافتهم غير، الباك جراوند غير، النشأة غير، حتى كل إنسان بيجي بكاركتر مختلف تماماً عن أنت كيف تتواصلي الثاني. الطفل الداخلي اللي بداخلك؟ أنا أنا كتير أصلاً متصالحة مع الطفل الداخلي اللي جواتي، لأنه عشت طفولتي بالطول وبالعرض. يعني بتذكر انه كنت الا شوي حسن صبي انا وصغيره. بتذكر انا واختي ياسمين كنا ما نرد كثير على اهلنا، كنا نعمل يعني موالنا من راسنا. كان في عنا بسوريا شيء اسمه مهرجان الطلائع. مهرجان الطلائع كان كل سنه بياخذوا الاطفال من المدارس الموهوبين بالرقص وبالتمثيل وبيعملوا مسرحيات، وكل سنه بنسافر على محافظه، يعني حتى بنعيش فتره منيحه بعاد عن اهلنا. فأنا وأختي ياسمين كنا أول الناس اللي بنشارك بهاي المواضيع، حسن صبي مو سائلين عن الدنيا. كنا نشارك بالمسرحيات، نرقص ونغني ونمثل. فأنا وقفتي حتى على المسرح اجت بسن مبكرة جدا، يعني في ناس بيفكروا إنه أول وقفة على المسرح كانت من خلال معهد الفنون المسرحية. أنا أول مرة وقفت على المسرح كان عندي 9 سنين، وحسيت إنه أنا بنتمي لهذا المكان، أنا هذا المكان بيشبهني، حاسة في ألفة مع الستيج. ولكن الإنسان لما بيكبر ببلش بينسى إنه يلعب، ببلش ينسى أو بحكم الصعوبات يلي بالحياة واستسلامه للمجتمع وللقال والقلنا والتجارب يلي بتكسره، فبينسى إنه يتواصل مع طفله الداخلي، بينسى يلعب، بينسى يكون بسيط، صح. بينسى يضحك، بينسى يستمتع بحياته، بينسى إنه يكون سلي ببعض الأحيان. فهي الأشياء نحن ككبار، في مقولة كمان ما بتذكر مين اللي قال إنه مقياس النضج هو كيف أنت بتقدر ترجع حالك طفل. كل ما كنت ناضج أكثر، كل ما تصالحت مع هذا الطفل أكثر، لعبت أكثر، ضحكت أكثر، كنت على طبيعتك وعلى بساطتك أكثر. إذا غلطتي بترجعي بتعتذري من هالطفل الداخلي اللي جواتك؟ كثير مرات بقول لنسرين الطفلة اللي جواتي بأحيان مثلا إنه أنا آسفة إنه صار معك الموقف الفلاني وأنا مسامحتك، أنت ما كنتي بتعرفي. لازم الإنسان يحكي معه، يعني لازم كل إنسان فينا مهما وصل لدرجة من الحكمة والوعي يحكي مع الطفل الداخلي اللي جواته ويطبطب عليه، يقول له سامحني، يقول له أنا بحبك. حتى في عنا تمارين أخذناها مع دكتور إبراهيم الفقي بكتير دورات، إنه كيف أنت تعملي مديتيشن وتستحضري صورتك أنت كطفل، تشوفي حالك قدامك مثل كأنه أنت طفلة قدامك، وتعدي تخاطبيها وتحكي معها وتاخذيها تحضنيها وتطبطبي عليها. قادرة تعطينا تمرين بسيط هلا؟ هذا التمرين اللي عم اقول لك عليه كيف هو؟ انه انت بتعملي مديتيشن، طبعا في تمارين تنفس تعمليها قبل ما تفوتي بحالة المديتيشن، وبس تحسي حالك جاهزة، بتتخيلي عن طريق التخيل، بتتخيلي انه انت شفتي نايلة طفلة قدامك، طفلة صغيرة، وهي الطفلة دايما الطفل الداخلي بحاجة لحنية، بحاجة لاحتواء. فبتعدي انت بتحكي مع نايلة بتقولي لها انت بامان، اطمني انت بخير، واذا في اي شيء حابه تقولي لي اياه انا مستعده اسمعك، انا هلا صرت كبيره وصرت واعيه وصرت ناضجه ومستعده اسمع اي شيء انت خايفه منه، انت هلا محميه، انت بامان معي، فيك تقولي اللي بدك اياه وتسمعي نائله الطفله شو بدها تقول، وبس تخلص كل شيء عندها بتاخذيها على حضنك وبتطبطبي عليها. هذا التمرين فعال جدا. رح جربه. جربي، رائع. عندك لايف الملاك الحارس. مين ملاك الحارس لنسرين؟ مين ملاك الحارس؟ هلا اختلفت المسميات، في ناس بيقولوا هو الجارديان انجل، ملاك الحارس، في ناس بيقولوا القوى النورانيه، مين ملاك الحارس؟ بيقولوا انوار الخالق. انا مؤمنه انه رب العالمين حاطط لكل انسان جنود يحرسوه، جنود نورانيين يحرسوه، بس هدول الجنود النورانيين الموجودين معنا، بما انه نحن عايشين بكون تحكمه الفري ويل، او خلينا نقول الاراده الحره، بحاجه لا انت تطلبي المساعده. يعني حتى رب العالمين بالقران ان الله يهدي من يشاء والمشيئه تعود على العبد. يعني الله بيستنى من العبد انه انت لازم يكون المشيئه منك يا عبدي لحتى اعطيك، اسال تعطى،
انت لما ادعوني استجب لكم، صح ولا لا؟ صح. فالانسان لما هو ما بيطلب ما رح تجي المساعده. انا لازم اطلب من ملاكي الحارس، حتى خلينا ما نسميه ملاك الحارس، خلينا نقول جنود الله، كلاتنا معنا جنود الله، لازم نآمن بهذا الشيء، انا وانتي وكل حدا. بس انا لازم اطلب من الخالق المطلق، ربنا يلي خلقنا، اطلب منه المساعده والعون. طالما انا قاعده وما عم بعمل شيء وعم اقول رح تجيني المساعده، ما في شيء رح يساعدك. اكيد المساعده مو بس بالدعاء، لازم كمان انت تشتغل على الشيء اللي بدك اياه لحتى تحصل عليه. عندك لايف اسرار الرجال. اسرار الرجال، يس. حكينا كثير عن المراه. نعم. قولي لنا، احكي لنا عن اسرار الرجال. والله ماني كثير فاهمه. اعطيني شي سر من اسرار الرجال. يعني انا ماني كثير فالحه باسرار الرجال، بس من قراءاتي ومن اصدقائي ومن تجربتين زواج، فيني اقول لك انه من قراءاتي مينلي باي ذا واي، فيني اقول لك انه فعلا الرجل كائن بسيط. كائن بسيط بمعنى كيف؟ انه مثل ما بيورجيكي هو ببدايه العلاقه صدقيه. يعني اذا بورجيكي هو ملعب بدايه العلاقه صدقيه، هو بسيط. اذا بورجيكي هو كذاب من بدايه العلاقه صدقيه، بسيط. بس نحن احيانا نضحك على حالنا وبنقول لا خليني اعطيه فرصه، ما بنتقبل. لا يمكن. صدقي احساسك، اقسم بالله الاحساس هو اصدق شيء بالكون. لا تصدقي ولا رفيقتك ولا امك ولا خالتك ولا اي حدا، ولا حتى المدرب اللي بتروحي لعنده. لما بيجيكي احساس داخلي بالانقباض، نحن عندنا بعض الناس بيقولوا بطني كمشت. صح. لما بتحسي هذا الاحساس بالانقباض من بدايه العلاقه، تاكدي انه في شيء ما مزبوط، في شيء ما صح، لازم شويه تعيدي حساباتك. وبنفس الوقت الرجل اللي بيجي من بدايه العلاقه وبورجيكي قد ايه هو حابب، قد ايه هو صادق، قد ايه هو متحمس، قد ايه هو فعلا بافعاله مش بس بالحكي، لانه الصدق افعال والحب افعال، مش شعارات وورد وهدايا وكلام. لما بيورجيكي من البدايه انه هو فعلا حابب، صدقيه انه هو فعلا حابب بالافعال مثل ما عم نقول. فالرجل انسان بسيط. بتآمني بالكرمة؟ جدا طبعا. طبعا. برأيك الروح بس تخلص من الأرض عندها حياة تانية أو خلص الإنسان بس يخلص؟ أنا مؤمنة بالحيوات، نعم. هذا الحكي اللي عم بقول لك إياه رح يخرب الدنيا. أنا مآمنة إنه نحن ما بنعيش حياة واحدة، في حيوات. في حيوات دنيا وليست حياة واحدة. وحتى أنا مرة من المرات عملت جلسة previous life وشفت واحدة من حيواتي السابقة. ما راح أقول شو شفت. لا تسأليني. عم تستبقيني. عم تقمعيني. شفت واحدة من الحيوات السابقة. وأنا لسه مآمنة بشيء أكثر. هلا هي نظريات، ممكن تكون فعلا في حيوات سابقة، وممكن هي كلها عم بتصير بنفس الوقت. يعني في وحدة من النظريات بتقلك الزمن وهم، كل شيء يحدث في نفس اللحظة. يعني أنا هلأ بنفس اللحظة في نسرين الطفلة هلأ لسه عم تولد، ما في شيء اسمه زمن. بس نحن محكومين بهذا العالم الهولوغرامي يلي عايشين فيه، اللي هو المنام، نحن بقلبه هلأ محكومين بأشياء، مقيدين بالحواس الخمسة تبعنا. الحواس الخمسة في حواس أكثر منا بكتير، مثل الحدس. الحدس أهم من كل الحواس، لأنه الحدس متصل بالروح. الحواس الخمسة متصلة بس بالجسد المادي. بدي أحكي عن شهرتك. قد ايه ممتنة إنه أنت اليوم شخصية معروفة ومشهورة؟ جدا. هو مسؤولية وحمل ما سهل، الشهرة أبدا ما سهلة. رح يطلع لك كتير أعداء يكرهوا يشوفوا ابتسامتك، يكرهوا يشوفوا نجاحك، يكرهوا يشوفوكي عم تلمعي، عم بتشعي نور. في ناس صدقيني إذا بمجتمعنا إذا بيشوفوكي عم تضحكي مبسوطة بيتضايقوا، بينزعجوا. مين له الفضل بشهرتك؟ ولكن بنفس الوقت على الصعيد الثاني أنا كتير مبسوطة إنه رب العالمين حطني بمكان أنا فعلا مشهورة لحتى أعمل رسالتي الروحية اللي أنا جاية أعملها، اللي حكينا فيها، إنه أنا مؤمنة إنه أنا لايت وركر. مين له الفضل بشهرة نسرين؟ الخالق، رب العالمين. إمتى أذتك الشهرة؟ ما أذتني ولا مرة، صدقيني. حتى المواقف اللي كانت صعبة قوتني وخلتني نسرين يلي أنا اليوم عليها. شو أكبر غلطة ارتكبتيها خلال مشوارك الفني والتمثيلي؟
بعالم الأضواء؟ إنه في أعمال حلوة مرات اعتذرت عنها. يعني أنا بتذكر واحدة من الأعمال اللي اعتذرت عنها اللي هو مسلسل الغفران للراحل حاتم علي. بعد ما اعتذرت ندمت ندم شديد. هذا واحد من الأشياء اللي أول مرة بقولها، لأنه أنا كتير بحبه الأستاذ حاتم علي، وهو واحد من الناس اللي اعطاني فرصة إنه أكون بأول دور بطولة لإلي، وآمن فيني ووثق فيني. فبعد ما اعتذرت عن مسلسل غفران ندمت. هاي وحدة من الأشياء اللي غلطت فيها، بس كنت صغيرة لسه. شو الهدف اللي كنت بتحلمي فيه وممتنة إنه وصلتي له، والشيء اللي بعد ما وصلتي له بدك توصلي له؟ هلأ كإنسانة بحلم إنه فعلا نحن نعيش بالأرض الجديدة يلي أنا كنت عم بحكي عنها بالانترفيوهات، واللي حضر طبعا اللايفات اللي عملتها عندي على السوشيال ميديا بيفهم شو بقصد بكلمة أرض جديدة. نحن بحاجة لأرض كلياتنا كلها، ما بدي أقول كلياتها تكون مثالية، بس تكون قلوبنا على بعض أكتر، نسامح بعض أكتر، نحترم بعض أكتر، ونراقب ذواتنا أكتر، لحتى ما تاخذنا موجة الحياة لمطارح نحن مو بعازل لها. صح. شو الرسالة اللي هدفك توصليها من خلال الفن؟ رسالة الإنسانية. يعني أنا بعتبر الفن بعتبره متعة أخذته أكيد على محمل الجد، وبستمتع وأنا عم بعمل أي شخصية وأي دور، بس ما هو الهدف. أنا بحس إنه ومؤمنة إنه رب العالمين حطني كإنسانة مشهورة لرسالة أسمى، اللي هي الرسالة اللي هلأ عم بعملها. وأنت بتغني وحدك؟ وأنا قاعدة لحالي؟ إيه مرات بغني لحالي بدندن، ومرات بدندن للفانز تبعي. شو أغنيتك المفضلة اللي بتضل بعقلك؟ ما في عندي ستيل معين. يعني حتى إذا بتسمعي الشغلات اللي بحطها بالسيارة بتقولي هي عندها شيزوفرينيا أكيد، لأنه ممكن أسمع شيء كلاسيك، بعد شوي اسمع شيء شعبي، بعد شوي اسمع شيء ضايج، اسمع راب، كمان شوي اسمع أم كلثوم. فما عندي ستيل معين، بسمع كل شيء وممكن دندن كل شيء. أغانيك اللي بتغنيهم؟ عملت 10 أغاني أو 12 غنية. شو المفضلة؟ أول شيء المشروع كان متعب لأنه كان وان مان شو، ومستحيل عيد القصة لأنه اشتغلت فيها لحالي فتعبت. الناس دايما بتذكرني بغنية متغيرة علي، بحبوها لأنه رومانتك، وبحبوا أندو تخوى حبيبي لأنه أنت شو بتحبي؟ لأنه هيك ستيلها شبابي، والميوزك والبيت تبعها حلو كتير. أنا بحب بصراحة هدول الغنيتين، يعني بحس هن الأقرب لقلبي. وبحب كمان عندي غنية اسمها إلا معك، إذا مو سمعتيها اسمعيها، حلوة كتير، سو رومانتك. هي بحبها وبتعني لي. رح اسمعها. يا بتشربي قهوة؟ نو، لا ما بتشربي لا قهوة ولا شاي، أي شيء كافيين ما أبداً. بشرب القهوة بحالة واحدة. إذا كنت تعبانة باللوكيشن ومثلا قلنا خلينا نقول 20 ساعة عم نصور وحسيت إنه البنزين عندي فضي، فبحس إنه القهوة بتنفضني، بتصحصحني. تشربيها حلوة أو مرة؟ لا مرة بس. يعني أنا ماني من عشاق القهوة، يعني مو إنه تبع صباحاتي ورائحة القهوة، لا مو من هنا. والحياة كيف؟ حلوة أو مرة لنسرين؟ الحياة دايما فيها الاثنين، ولازم نتقبل الاثنين. مثل ما بنتقبل الحلو بدنا نتقبل المر. بتتقبلي للمر؟ أكيد برحابة طبعا صدى؟ طبعا. رح اخذ سيلفي معك. اوكي، معلي لف لك هون. انا إيه. انتوا عم تصوريني يلي بدي، عم تصوريني من هيدا البروفايل، بس انا هيدا بروفايلي. طيب رمي. اذا اليوم فرجيكي صورتك نسرين، قديش اليوم نسرين راضية عن حالها؟ وهل انت راضية عن حالك لانك اجمل نساء العربيات؟ يعني اكيد لما بينحط اسمك ضمن قائمة أجمل 100 امرأة بالعالم، أو ضمن قائمة أجمل 10 نساء مسلمات، أكيد هذا الشيء بيسعدنا. يعني كلاتنا كنساء بنحب الجمال. مين أهم شخص بهمك رضاه بالحياة؟ خالقي. حلو. راضية عن هالمقابلة؟ راضية. أنا لي فترة موقفة المقابلات، ما عم بعمل أي انترفيو، لأنه ما عاد أقبل بحياتي إلا الشيء الأوثنتيك. بده يكون شيء صادق وحقيقي. أي شيء فيك
برا، ما عاد يهمني ترند، ما عاد يهمني مصاري، ما عاد يهمني ولا شيء من الاشياء البلينج بلينج تبع الدنيا وتبع الحياه. اكيد مو بالكامل، يعني انا ما رحت قعدت بالصومعه تبعي ولابسه خيشه، اكيد لسه بحب الشغلات الحلوه الموجوده بالحياه، ولكن بمعنى الي فتره مثلا عم بعتذر عن كثير برامج، مع انه في برامج فيها مبالغ ماديه مجزيه، في كثير برامج ترند، وكثير في فنانين بهمهم انه يكون اسمهم ترند بهذا البرنامج، ولكن انا ما بقبل على حالي انه اطلع والمذيع اللي قدامي عاملني مثل كانه متهم. لا، لازم اذا بدك تشوف الانسان الحقيقي او الوجه الحقيقي او انسانيه الفنان، تتركه على طبيعته، تترك له هامش من الحريه ليكون هو مثل ما هو حابب يكون. فانا هلا اخذت عهد على نفسي ما اقبل بحياتي بشيء اقل من الصدق واقل من الشيء الاصيل، خلينا نقول يكون في اوثنتسيتي. فلهيك لما قال لي انترفيو مع نايلة والله مش بوشك، قلت له نايلة انسانه عميقه، فانا اكيد رح اعمل هذا الشيء. اي حدا بالحياه، هي كلمه اخيره لكل العالم، اي حدا بالحياه فعلا بده يعيش حياه راضيه، طالما هلا كنا عم نحكي عن الرضا صح. ما يقبل باقل من الصدق، ما يقبل باقل من العمق. انا شو الفائده اطلع بانترفيو اقعد مجد باعمالي واحكي عن العمل الفلاني او سب على زميلتي او قلل من شأن زملائي؟ انا شو استفدت غير انه انا صدرت الكراهيه، فما رح ترجع لي غير الكراهيه. بينما انا لما بطلع، انا نيتي من هذا اللقاء كنت حاطه نيه، قلت يا ربي بدي كل حدا يتفرج على هذا الانترفيو يستفاد ولو بمعلومه صغيره ويحس انه هو مرتاح ويحس انه الدنيا بخير. انا هذا هدفي، رضيانه، ما بدي اكثر من هيك. وأنا بدي أتشكرك على هذا الشيء، ولازم حلقة تانية نفوت أكثر وأكثر بطريقة أعمق بالمواضيع اللي عم تحكي فيها، لأنه بنكون عم نساهم بالمجتمع إنه يكونوا الناس عندهم سلام داخلي ومتصالحين مع نفسهم. أكيد. بتشكرك عن جد نائلة، وكثير استمتعت بالحوار معك. أنا كمان.